منذ صبيحة اليوم تجندت العديد من المصالح منها فرق الديوان الوطني للتطهير من أجل صرف مياه الأمطار التي تجمعت بعديد النقاط بدائرة مدروسة بتيرت. أمطار من البارح، اليوم صار بروبليم هنا كما الطريق الوطني رقم 14 راه تبلع ديريكت. اللي كوماسيو تاع الناس عيطونا في التليفون باش يخرج الفرقة تاعنا، دخلوا في عدة مناطق كما بديت من لاكو مطمر وسيدي بختي، ورانا رايحين في النقطة أخرى ثاني في الدخلة تاع مدروسة الجهة اللي فيها راه ثاني طريق مبلعة، رانا واقفين عليها إن شاء الله. كما كان الحال أيضا لفرق مصالح الأشغال العمومية ببعض النقاط بالطريق الوطني رقم 14. تدخل عندنا ببلدية ملاكو، طاحوا لنا شجر، طاحت لنا شجرة ثم بلع الطريق في البيكا 183 طريق الكاتورز، ودخلنا لطريق الناف طريق كرمس. ثاني عندنا تدخل ثم كان طريق مبلع لنا بالاوساخ ورمي الاوساخ اللي يقيسوا لنا المواطنين ثم خرجنا واحد الوسخ ثم ولا سمين، حلينا ثاني الطريق هذيك وجينا تدخل ما بيننا وبين فرندا بوجحيح. ثاني عندنا ثم كانت واحد الطريق مبلعه ثم اللي كانت مبلعه لنا، حلينا فتحنا هذيك. تقاست كل شيء راح. سجل أيضا تسرب لسيول الأمطار التي غمرت بعض سكنات المواطنين. البارح 12 ساعة الليل نط هنا الماء قاعد شو الماء قاعد يسيل لي مع الدرج، وهنا اضطرت قلت لي المجرى هذه تخليه في الصالة، ما خلى لي لا فراش لا. اتصلت بالحماية المدنية جاوني قال لك ما عندناش كاميرا خرج بيت، وقال لا والله لحتى 3 تاع الصباح وانا هكا مازال ما رقدتش، وليداتي هاني بيتين خايفين البارح. تشكل البرك الكثيرة وتجمعات لسيول الأمطار هي المشاهد التي أصبحت عليها مختلف المناطق بولاية تيرت جراء تساقطات مطرية كبيرة تستمر منذ ليلة البارحة.